الحدوتة اللي حكيتها دي تحفة يا يحيى، تحفة. حدوتة؟ حدوتة ايه؟ ده اقتراح للمسرحية الجديدة، قصة الملك وسمكة اللؤلؤ. وطبعا يا يحيى قلت لهم انها من تأليفك، ها؟ لا طبعا، بس قلت لهم اني زودت شوية احداث من عندي. مش من حق الكاتب برضه يضيف للاحداث من خياله؟ مش ده كلامك يا استاذ عصام؟ بقى كده يا يحيى عاوزنا امثل وانا اصلا بخاف اتكلم مع الناس في العادي؟ صدقني يا مازن، التوريطة دي هي الحل. انت لما تقف وتتكلم هتنسى كل حاجة، وكأنك واقف قدام المراية عندك في الأوضة وبتتكلم. هتبدع وتطلع كل اللي جواك من غير خوف. هنشوف. انا لازم امشي بقى عشان الحق احفظ الدور.